مين يتفق معايا ان معظم الاكل لازم يكون فيه كاتشب؟ يعني حبة البطاطس السخنين دول ما يستغنوش عن الكاتشب، الفراخ، حاجات كتيرة، كل الاكلات او معظم الاكلات ما تستغناش عن الكاتشب. بروح اجيبها الازازة قد كده بمبلغ. طيب انا ممكن بكيلو قوطة بس هعمل حبة حلوين جدا جدا وقوام مظبوط وطعم خيال لولادنا. انا عن نفسي ولادي ما بياكلوش اي حاجه من غير الكاتشب، اكتريه الاكل زي ما اتفقنا كله بالكاتشب. طيب انا عندي طريقه سهله جدا جدا وكل الناس بتعملها وانا بعملها على طول، فقلت اعملها معاكم النهارده. بما ان احنا الحلقه اللي فاتت خزنا الصلصه تمام والقوطه رخيصه برضو، فقلت بقى اعمل معاكم الكاتشب النهارده. معايا كيلو من القوطه مقطعاها قطع صغيره لان قليل جدا، وفي كمان ناس ما بتحطش ميه نهائي، بس انتي خايفه على الخلاط بتاعك. هحط حبه صغيره كده في الخلاط، حبه ميه صغننه جدا. طيب ليه ما نحطش كتير؟ لان كل ما تحط ميه كتير كل ما ياخد معاكي وقت برضه على النار زي ما اتفقنا في الصلصه قبل كده. تمام. طيب معايا ايه؟ معايا كيلو من القوطه مقطع مكعبات، معايا معلقه من الصلصه، نص مج من السكر وده الاساس، ونص مج من الخل، ومعلقه من النشا عشان تمسك معايا يبقى القوام تقيل شويه. معايا التوابل حاجه بسيطه جدا، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. كل ده اللي انا محتاجاه النهارده في الكاتشب بتاعنا. طيب هنزل بحبه بسيطه من الميه، اشغل بس الخلاط يعني في معدل كوبايه صغيره، ربع كوبايه بس، مش عايزه اكتر من كده. هو الافضل ما تحطيش بس عشان خساره الخلاط يعني، فاهميني. وهنزل بحبه صغننه خالص هضربهم. تمام. ونحط بقى الغطا ونضرب الحبه الصغيرين دول. ليه عملت كده؟ على اساس يكون برضو معايا حبه ميه على صلصه حلوين يضربوا لي بقى القوطه. النص الكيلو هنعمله على مرتين في الخلاط، هنعمله على مرتين نفس الطريقه. ونحط بقى كميه القوطه بتاعتنا ونضربها في الخلاط. هعمل النصين كده وارجع معاكم. وضربتهم يا حلوين الكيلو اهو، وجايبه الحله اللي هسوي فيها الكاتشب بتاعي. تمام. ومصفى، ولازم يتصفى لان القوطه فيها قشره كتير وانا عايزه القوطه تكون صافيه جدا جدا جدا. تمام. لازم تصفوا. هنصفي كده ويلا بينا على النار، يلا بينا. وجيت هنا حلوين على النار اهي الصلصه قدامكم، ولعت النار عليها. اسيبها بقى تتسبك كده 10 دقايق قبل ما انزل باي حاجه، لازم تتسبك 10 دقايق. واسيب بقى الميه بتاعتها اللي فيها تبتدي تنشف، انا مش عايزه ميه في الكاتشب خالص، فنسيبها تتسبك حبه حلوين ونرجع مع بعض. بصوا يا حلوين، بصوا بتتسبك زي الفل الكاتشب اهو بيتسبك. طب انا هنزل ايه دلوقتي؟ هنزل بالتوابل، فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر. دي كل التوابل اللي معايا بتدي ريحه، التوم والبصل جمال جدا والفلفل. لو انت عايزه تحطي قرن فلفل احمر حامي حطي، قطعيه قطع صغيره كده وحطيه لو انت حابه يعني، مش هيبان، او اضربيه في القوطه مش هيبان خالص خالص خالص. تمام اهو كده. ونسيبها برضو شويه ونرجع نحط بقى التوابل. ودلوقتي يا حلوين هنزل بمعلقه الصلصه، معلقه واحده بس. هي كده كده القوطه زي ما انتم شايفين، بصوا اللون عامل ازاي، مش محتاج يعني، بس احنا بنعزز اللون مش اكتر. وبصوا ما عملناش حاجه وقوامها تقيل ازاي، بصوا القوام تقيل ازاي. نسبك حبه كمان عشان الميه اللي فيها ما تكونش موجوده خالص، ونرجع مع بعض. وهننزل يا حلوين بالسكر في معدل نص ساعه، الساعه الا ربع اللي بتسبك فيها الكاتشب معانا بنزل فيها حاجتنا كلها. الخل اخر حاجه قبل كده ما اطفى عليها ب5 دقايق. هنزل معلقه النشا.
تمام. وهنزل الخل بتاعنا. ليه هنزله اخر حاجه؟ عشان ريحته ما تروحش كده في التسبيك، فاهميني؟ فهنسيبه شويه. لونها جميل وابتدت تتقل اهو من غير ما نحط النشا كمان. بس انا هحط معلقه نشا شويه واحلى حبه كاتشب. بصوا البقبقه دي يا جماعه، بصوا شكل الكاتشب عامل ازاي، بجد تحفه. يلا ننزل بنص مج من الخل. حطينا نص مج من السكر، ليها نص مج من الخل، تدي طعم فظيع. عارفين الكاتشب بيبقى مسكر كده وفي مزه حلوه كده، ده بين الكاتشب وبين السكر، تحفه تحفه. كده فاضل ايه؟ تغلي غلوه ونحط معلقه النشا مع بعض. واخر حاجه يا حلوين معلقه النشا على اساس تتقل شويه معانا الكاتشب زي ما بنشتريه بالظبط، مفيش فرق. هقلب كده وارجع معاكم. بجد يا جماعه حبه كاتشب فظاع، جمال جدا وتقال جدا وريحتهم حلوه خالص والخل عامل شغل. حبه كاتشب حكايه. يلا نقدم مع بعض. رجعت معاكم يا حلوين. حبه كاتشب بامانه حكايه حكايه. نص كيلو طلع لي الحبه الحلوين دول. لما تحطوا البرطمان هيبانوا اكتر. بصوا قوام الكاتشب، بصوا بصوا، ده الكاتشب اللي انا عايزاه. سهل جدا، نص ساعه بتكوني عامله احلى حبه كاتشب. متكسليش، خزني الحاجات دي ببيتك، اعمليها حاجه طازه فريش كده اول باول للعيال. كل ما يخلص اعمليه. ايه يعني نص ساعه في المطبخ؟ بجد تحفه، ريحته جميله جدا جدا، يستاهل ان انتي تقومي تعمليه. الواحد بيجيب الحاجات السهله البسيطه كده السريعه اللي ما بتاخدش وقت معانا. حاجه كده لما اعمل حبه بطاطس بلاقيهم بطلع على طول حبه كاتشب طعمهم فظيع وحكايه، وحاجه نظيفه في بيتك انت ضمناها. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. اشوفكم بخير.